سلام البنات، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. يا رب. شوفوا البنات، اليوم جيتكم بوصفة قديمة ومليحة وحاجة حلوة وهايلة هايلة هايلة. ربي يحلي اياماتكم كامل، وان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي بخير. وتبعوني اخواتي للاخير، نديروا مع بعضنا الوصفة اللي كانوا امهاتنا بكري يديروها واحنا نحبوها بزاف بزاف. وانا يبالي ما كانش اللي ما يحبش الصابلي تاع زمان. اول حلوة تقليدية قادر اي طفلة كانت تعلمتها، ولا الوصفة اللي يبداو عليها يتعلموا الساعة الصابلي، ومن بعد يديروا المقرود ويديروا حلويات اخرى. انا نحب بزاف بزاف كيما قلت لكم، وكيما اللي يعرفوني حبيباتي نحب الوصفات القديمة، ما نفرطش فيها ابدا ابدا ابدا. ونروحوا نبداو مباشرة بالمقادير. عندي 250 جرام تاع المارغرين، زدت لها كاس غير ربع تاع السكر، هذا حبيبات. انا نحب ندير سكر حبيبات، ويجيني الجاتو تاعي مليح وهشيش ما فيه حتى مشكل. ونزيدو زوج بيضات كاملين. انا ما نفصلش في الصابلي الصفار عن البياض، لا لا، درت زوج بيضات كاملين، يعني الصفار والبياض مع بعضاهم. ونخلط هكا بالفوي باه يذوب لي السكر هذا كيما راكم تشوفوا حبيباتي. شوفي، والمرقارين من الأحسن تكون بدرجة حرارة الغرفة هي والبيض. ونزيدو ربع كاس تاع الزيت. نعاود لكم المقادير. هنا عندي زوج عظمات، وعندي 250 جرام تاع المرقارين، وعندي كاس غير ربع تاع السكر. نخلطهم مليح مليح، ومن بعد نزيد ربع كاس تاع الزيت، ونزيد نخلط مليح مليح حتى يرجع القوام كيما المايونيز كيما راكم تلاحظوا حبيباتي. ونزيدو زوج مغارف كبار تاع نشا، وكيس تاع لافاني هنايا في المرحلة هذه. ونخلطه ثاني مليح مليح، ونبدا نزيد الفارينة مع كيس تاع خميرة كيميائية. ان شاء الله يكونوا المقادير واضحين. انا راح لي المقطع كي درت كيس تاع لافاني، مي راني ذكرته ما نسيتوش. ونبدا نلم العجينة نتاعي هكا بالفارينة. كيما على بالنا بلي الصابلي جامي 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 تعجن، يعني تلمي هكا برك بيدك. اذا راكي تلاحظي راني نلم بصباعي فقط، ندور هكا حتى تدخل الفارينة. من الافضل انها تكون مغربلة بهذه الطريقة. ونزيدو الفارينة بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينة ما تكونش يابسة بزاف. وهذا هو القوام تاع العجينة تاعنا كما راكم تشوفوا فيه حبيباتي. هذا هو القوام تاع العجينة كما راكم تشوفوا فيه. نغطيها هكا بالنيلو، ومن بعد نقسمها هكا على زوج. ونجيب الجزء الاول كما راكم تشوفوا حبيباتي. لازم نستعينوا بالنيلو هذا باش ما نديروش الفارينه ويفسد لنا القوام تاع العجينه، ونحلوها بصفه عاديه هكا. ما ديريهاش خشينه بزاف، قاعد فيها الخميره راح يزيد يتضاعف شويه الحجم نتاعها، حوالي 3 مليم ولا 4 فقط. ما تديريهاش خشينة بزاف. ونبدأ نطبع فيها بالمول اللي تحبيه. انا اليوم خيرت ندير الشكل التقليدي كما قلت لكم تاع الصابلي اللي هو مدور. شوفوا هكا. انا كان عندي بكري طابع والله ما لقيته، ما نعرف وين درته. قلت ندير بهذا، ودرك تشوفوا من بعد كيفاه راح نكمل نطبع الحبات الاخرين. وهذا هو المهم. انتي اذا كانت تحبي حاجه لازم تفكري لها وخلاص، ماشي شرط لازم يكونوا عندك المعدات كامل باش تديري هذيك الحاجه. هكا. شوفوا، انا جبت المحقن هذاك تاع لابوشادو وقلت والله غير ندير بيها وخلاص، وصلحت لي وجات ما شاء الله. شافي. نبدأ نطبع. ندير حبات كاملين، ونفس العدد تاع الحبات نديرهم مثقوبين كما راكم تشوفوا هكا بهذه الطريقة. ماما، وانتي اذا كانت تحبي شكل مخالف ديري. كما قلت لك حبيبتي، انا اليوم خيرت الشكل الاصلي تاع الصابلي. ها ها. ونحطوا الجاتو تاعنا هكا في البلاطو، ونديروا سطر يكون مثقوب، وسطر كيما راكم تشوفوا فيه حبات كاملين باش ما يضيع لناش الحساب.
ونكمل الكميه اللي بقات لي تاع العجين بنفس الطريقه. والصابلي كيما نعرفوا انا نطيبه غير من التحت، ما نطيبوش خلاص من الفوق. كي يحمر لي شويه من التحت نحيه ونخليه يبرد، ونبدا نديرله في المعجون بكل سهوله. وكاين اللي يحب يحمره بزاف من الفوق، انا ما نحبوش خلاص هكاك نشتي غير نطيبه من التحت ونحيه، وكل واحد الطريقه تاعو. وهذا هو الصابلي تاعنا بعد ما طاب. نجيبو هنا المعجون تاعي شويه كيما نقولوا مكبد، ولا مهم ماهوش خفيف، زدت له شويه ما زهر. انت اذا كان المعجون تاعك خفيف ما تزيديلوش الماء زهر. ونبدا نلم الحبات تاعي كيما راكم تشوفوا، نلصق كل حبه مع اختها بهذه الطريقه. انا يبان لي ما كانش اللي ما يعرفش الصابلي، بصح كاين معانا المبتدئات نحب نعتلهم كل المراحل بكل التفاصيل باش يتعلموا معانا، لما لا. وكل واحد يهز الافكار على اخوه، وهذه هي الدنيا. ممكن انا ثاني نتعلم من عندكم حبيباتي، ما كان حتى مشكل. وانا عندي بزاف وصفات تاع الصابلي، واليوم قلت نجرب لكم الطريقة هذه سهلة وبسيطة وناجحة 100%. جربوها وردوا لي بالخبر. شوفوا هذو هما الحبات تاعنا بعد ما لصقناهم بالمعجون. انا فرشت لهم هكا ساشي وندير لهم الشوكولا. درك تشوفوا التزيين مع بعضانا هكا. هنا ذوبت الشوكولا كما قلت لكم، ودرتها هكا في ساشي وثقبتها، وبديت ندير هكا بالحبه. ومن بعد ما ساعدنيش ولا ما ساعدتنيش الطريقه هذه، وليت قلت ندير بالسطر بكل هكا. وانتي حبيبتي خدمي كيما يهوالك ولا كيما ترتاحي. شوفي هنا الشيكولا راهي سخونه بزاف بزاف حرقتني، قلت نزرب نديرها هكا وخلاص. شوفوا وقادر ثاني ديري الشيكولا قبل ما تلصقيهم بالمعجون. انا قلت لصقهم عادي وندير لهم الشيكولا، ما كان حتى مشكل. ومن بعد جبت كميه من المعجون، زدت لها المنكه هذا والملون في نفس الوقت تاع الفراز. مي جاني خفيف شويه، ما خرجليش اللون مليح، بس حلقو هايل هايل تاع الفراز. وثاني لحتو هكا في الساشي. انت اذا تقدري ديري بالمغرف، انا قلت ندير بالساشي باش تجيني الحبه مفينيه مليح مليح. وهذا هو الصابلي تاعنا بعد ما طاب وبعد ما زيناه. درتو هكا في لي كيسات وخليت حبات هكا بهالطريقه. وهذا هو الشكل النهائي تاعنا تاع الكاطو تاع اليوم. جربوه حبيباتي وان شاء الله يعجبكم. نسيت نقولكم هنا ملاحظة، الكمية هذه اللي درناها ولا المقادير خرجت لي حوالي 40 حبة تاع الصابلي. واللي لحق لحد لهذه اللحظة نقولك حبيبتي شكرا على المشاهدة. واذا ما درتيش اشتراك ديري اشتراك باش يوصلك كل جديد، وهكا نتعرفوا على الوصفات الجزائرية التقليدية البسيطة. وان شاء الله ربي يدوم علينا الصحة وراحة البال، ونتلقاو ان شاء الله في ساعة الخير. وما بقى لي غير نقولكم ان تهلاو في رواحكم والى اللقاء.